بيبدأ فيلم الرعب سويت هارت مع بنت اسمها جين، وهي بتفوق من على شاطئ جزيرة وبتلاقي صاحبها براد جنبها مغمى عليه ومتصاب إصابة خطيرة في جسمه. فبتبدأ جين تشده لجوه الشط وبتعالجه، ولما بيفوق براد بيطلب منها تجيب له مية عشان عطشان جدا. فبترتبك جين وبتكون مش عارفة تجيب مية منين، وبيجي لها فكرة انها تجيب جوز هند وتشرب المية اللي فيه لبراد، وفعلا بتجيب جوز الهند وبتروح لبراد بسرعة، بس بتتفاجئ انه مات. فبتغطيه بورقة شجرة كبيرة وبتروح تستكشف الجزيرة، وبيبان انها تايهة فيها. وساعتها بتوصل لمكان فيه مستلزمات وحاجات بتاعت ناس كانوا على الجزيرة. فبتفهم جين ان في حد كان عايش على الجزيرة، وبتلاقي علبة كبيرة جواها مشروبات وكتب وعلبة كبريت ودبدوب لطفل. المهم بتكمل استكشاف المكان وبتلاقي جذع شجرة مكسور، فبتقرر تنام فيه. وبيجي الليل وبيكون في عاصفة شديدة، وبتقرر جين تنام جوه الجذع. وبتعدي الليلة وبتصحى جين في النهار وبتلاقي سمك على الشط، فبتبدأ تجمعه. وبتلاقي سمكة قرش صغيرة على الشط متاكلة، فمش بتهتم. وبتروح جين تاكل السمك اللي جمعته، وبعد ما بتخلص بتشوف صورتها مع حبيبها لوكاس. وبعد ما بتفوق من ذكرياتها بتروح تستكشف باقي الجزيرة، وبتوصل ليه للمكان اللي الاشخاص اللي قبلها كانوا عاملينه وبيدفنوا فيه جثث بعض زي المقابر. فجين بتقرر انها تجيب جثة براد وبتدفنه في المكان ده، وبتروح تسحب جثة براد وبتحفر حفرة وبتحط الجثة فيها. وبعد كده بيجي الليل وجين بتولع بالكبريت اللي معاها نار وبتحط عليها السمكة وبتاكلها وبتنام. وفي تاني يوم الصبح بتكون جين بتتمشى على الجزيرة، وبتتصدم لما بتلاقي القبر اللي دفنت فيه براد الرمال متشالة من عليه وفي دم كتير جدا. فبتحس جين انها بقت في خطر، وبتروح تعمل رمح وبتسنه. وبيجي الليل وبتولع النار كالعادة وبتنام. وفي اليوم التاني جين بتصحى وبتلاقي شنطتها عايمة في نص البحر. فبتنزل في المية وبتروح تجيب الشنطة، وبتلاقي فيه حفرة كبيرة في قاع البحر. فمش بتهتم وبتاخد الشنط وبترجع للشط تاني وبتغير هدومها. وبيجي الليل وجين بتسمع صوت طيارة في السماء، وبتاخد مسدس الشعلة اللي معاها وبتضربه، والشعلة بتعمل نور عالي جدا، ولكن اللي في الطيارة مش بيلاحظ. والمهم بقى بيطلع كائن غريب من البحر وبتشوفه جين، وبتطلع تجري وبتروح تستخبى في جذع الشجرة اللي لقيته. وبيجي الكائن ليه عند الجزيرة وبيدور على اكل ياكله، وبيكون جنب جين ولكن مش بيلاحظها. وفي النهار بتطلع جين من جذع الشجرة وبتروح تفضي شنطة من اللي فيها وبتحط فيها جاكيت الانقاذ اللي معاها، وبتروح عشان تحاول تركب فيها وتمشي من على الجزيرة، ولكن بتحاول تركب على الشنطة والموضوع بيفشل. فبتقرر انها ترجع للجزيرة وتستخبى في جذع الشجرة عشان الكائن ما يشوفهاش لو رجع للجزيرة تاني. وبيجي الليل وبتكون جين مستخبية في جذع الشجرة، واحساسها بيطلع صحيح لان الوحش بيجي للجزيرة، والوحش بيحس ان في حد جوه جذع الشجرة فبيمسكه وبيفضل يقلب فيه ويكسره، وجين جواه. فبيزهق الوحش ومش بيلاقيها وبيرجع للبحر تاني. والنهار بيطلع وبتخرج جين من جذع الشجرة وبتروح تصطاد سمك صغير، وبتقطع السمك وبتروح ترميه للسمك عشان تقدر تصطاد حاجة تحطها للوحش لما يرجع. وبتقدر انها تصطاد سمكة كبيرة بالرمح الخشب اللي معاها، وبتروح تربطها في الشجرة وبتخليها للوحش. وبيجي الليل وبتكون جين مستخبية في جذع الشجرة وبص على السمكة، فبيجي الوحش وبياخدها. والنهار بيطلع وجين بتكون قاعدة بتسن الرمح اللي معاها وبتبص على المية، وبتلاقي جثة شخص عايمة في البحر. فبتروح عشان تشوف جثة مين، وبتلاقيها جثة واحد من صحابها، وبيبقى نصه اللي تحت مش موجود ومتاكل. فجين بتاخده وبتروح تعلقه على الشجرة عشان الوحش لما يجي ياخده. وبالليل جين بتستنى الوحش لحد ما يجي وياخد الجثة، وبيجي الوحش وجين بتشوف شكله وبيسحب الجثة للبحر. وفي اللحظة دي جين بتسمع صوت طيارة في السماء، ولكن مش بتعرف تطلع من المخبأ اللي مستخبية فيه، فبتزعل جدا. وفي اليوم التاني بتقرر جين انها تعمل مكان فوق الشجر عشان تنام فيه على امل ان الوحش ما يشوفهاش وما يقدرش يوصل لها. وجين بتنام في المكان اللي عملته فوق الشجرة. وفي الليل الكائن بيطلع من تحت المية وبيجي للشط، وبيبدأ كالعادة يدور على حاجة ياكلها. وجين من فوق بتبقى سامعة صوته وخايفة جدا لحسن يشوفها. وفجأة بيشوفها الوحش وبيقطع لها الحبل اللي بين الشجرتين وبيوقعها. وجين بتصوت وبتطلع تجري من قدامه وبتحاول تهرب، بس بيظهر فجأة قدامها وبتحاول جين تضربه بالرمح، ولكنه بيضربها ضربة قوية جدا وبيضربها تاني. والوحش لما بيسمع صوت البرق في السماء بيترعب وبيرجع للبحر من تاني. وبيجي النهار وبيبقى جسم جين كله إصابات، فبتنزل في مية البحر عشان تنظف جسمها والجروح اللي فيها. وبتخرج من المية وبتلاقي في مركب في وسط البحر، فبتنزل في المية وبتعوم وبتحاول توصل عند المركب، وبتقدر
وبتقدر جين فعلا توصل للمركب، وبتلاقي جوه المركب لوكاس حبيبها وصاحبتها مايا حبيبة براد اللي مات، فبتشدهم جين للشط وبتاخدهم وبتعمل لهم اكل وبتديهم مشروبات من اللي كانت في البراد اللي لقيته. وبعد ما بياكلوا بتطلب جين منهم انهم لازم يهربوا من على الجزيره دي، وبتعرفهم ان في خطر كبير على الجزيره، وبتقول لهم على اللي شافته وعلى الوحش الكبير والمخيف ده. بس في المجمل محدش فيهم بيصدقها، وبيعرفوها انهم عايزين يفضلوا على الجزيره وانها ما جربتش تعيش في مركب في وسط البحر بدون اكل ولا شرب. وبتوريهم الصور بتاعه العيله اللي كانت على الجزيره قبلها، وبتكون الصور دي للوحش، فمش بيقتنعوا ولا بيصدقوها. وجين بتعرف مايا ان براد حبيبها مات، فبتقوم مايا وبتمشي وبتسيب المكان لما بتسمع الكلام ده. وبتعرف لوكاس انها دفنت براد والكائن الغريب ده اكل جثته، فمش بيصدقها لوكاس، وبيعرفها ان مفيش وحش وان يمكن ده حيوان في الغابه عادي. وبتروح جين تواسي مايا وبتقول لها ان اللي حصل مش غلطتهم، وبتبدا مايا تحكي لها على ذكرياتها مع براد، فبتواسيها جين وبتقوم وبتسيبها. وبترجع جين تقعد مع لوكاس وبتطلب منه انه يصدقها، وبيعرفها لوكاس انها بتتخيل مش اكتر ومش بيصدقها. فبتعرفه انها هتروح تجيب اكل، وبتطلب السكينه بتاعته وبتروح تصطاد سمك، وبترجع تطلب منهم يركبوا المركب عشان يمشوا، فبيتعصبوا عليها وبيطلبوا منها انهم يرتاحوا، فبتسيبهم جين على راحتهم وبتنزل تكمل صيد. ولما بتشوفهم مشغولين ومش شايفينها بترجع على الشط وبتاخد اكل من غير ما يشوفوها، وبتروح تحرك المركب لحد البحر وبتحاول تهرب بيه، بس مايا بتلاحظها وبتعرف لوكاس، فعلى طول بيجروا وراها وبيلحقوها قبل ما تهرب، فبتتعصب عليه وبتزعق وبتطلب منه انه يسيبها تمشي، فبتضربها مايا على دماغها وبيغمى عليها. وفي نفس الليله بتفوق جين وبتلاقي نفسها متكتفه في شجره، فبيجي لوكاس وبيعرفها انهم قعدوا لحد الليل ومفيش حاجه ظهرت لهم، فبتقول له جين انه هيظهر بس مش دلوقتي. وبيتكلم لوكاس معاها وبيتهمها بانها انانيه وانها كانت عايزه تمشي وتسيبهم هنا من غير اكل، وبيقول لها ان مهما حصل مش هيرجع للمركب. وعلى الناحيه التانيه بتكون مايا بتتمشى على شط الجزيرة وبتلاقي ان في سمك ميت كتير، وفجأة بتظهر حاجة من تحت رجلها وبتسحبها، فبتصرخ وبتنادي على جين ولوكاس، فبيجري لوكاس عندها وبيكون معاه خشبة مولعة وبيضرب بيها الكائن. وهنا بقى بيتعصب الكائن جدا وبيضربه ضربة قوية جدا بتخليه يقع بعيد، وبتحاول جين تفك نفسها، بس للأسف الوحش بيكون سحب مايا لداخل البحر وبتموت مايا. وفي النهار بقى بيكون لوكاس صدقها خلاص، وبدأوا يحضروا الأكل اللي هياخدوه للمركب عشان يكفيهم لما يهربوا، وبيزقوا المركب للبحر وبيركبوا وبيفرحوا انهم قدروا يهربوا. ولوكاس بيتصدم لما بيشوف حاجة تحت المية، وفجأة الكائن بيبدأ يقطع المركب بإيده وبيختفي وبيرجع تاني من تحت المركب، وبيقطع المركب من تحت وبيحاول يسحب حد فيهم، بس لوكاس بيضرب في بقه الشعلة اللي في المسدس، فالكائن بيرجع للبحر تاني. ولكن الصدمة بقى انه فجأة بيسحب جين لتحت البحر وبيبدأ يسحب فيها لحد ما بيكون خلاص قرب للحفرة بتاعته، فبتفتكر جين انها معاها السكينة وبتطلعها وبتقطع بيها جسم الكائن وبتهرب من عنده. وفجأة الكائن بيشوف ان لوكاس في المية، فبيجري ناحيته وبيسحبه عند الحفرة بتاعته وبيموت لوكاس. وعلى الجانب التاني بتكون جين قدرت انها تطلع على الشط، فبتقرر انها تنتقم من الكائن وبتبدأ تجمع خشب كتير جدا وبتعملهم كلهم رماح وبتسنهم كويس جدا، وبتحفر في مكان وبتلاقي بقايا جثث ناس وهياكل عظمية، فبتطلعهم وبتكمل الحفرة. وبتعمل كده في اماكن كتير على الجزيرة، وبتحط تحت الخشب قش عشان تولع فيه، وبتكتب كل اللي بتعمله ده في كتاب عشان لو حد جه الجزيرة يفهم انها كانت هنا ويعرف بموضوع الكائن. وبيجي الليل وبتبدأ خطة جين، وبيبدأ الكائن يطلع من المية وبيشوف النار المولعة وبيروح لعندها وبيشوف جنب النار ان في سمك كتير جدا مطحون. وفجأة جين بتبدأ تولع النار في المكان كله وبتحاصره، وبتيجي تضرب الرمح في جسمه وبتهرب وبتستخبى، فبتخرج له تاني وبتحاول تضربه بالرمح للمرة التانية ولكن مش بتعرف، وبيضربها الكائن ضربة جامدة جدا. وجين بتلاحظ ان الكائن جسمه بدأ ينزف، وبتقوم مرة كمان وبتضربه بالرمح لأكتر من مرة وبتبدأ تهرب منه، وبيمسكها الكائن وبيكون خلاص هيكسر رقبتها. فجين بتفضل تضرب في جسمه في أماكن مختلفة وبتخليه يسيبها، وبتطلع تهرب عند الشط، وبيكون جسمها كله تشوه بسبب الكائن ده. وبيوصل لها الكائن للمكان اللي هي فيه وبيكون خلاص هيموتها، ولكنه بيقع على الأرض وبيبدأ يحتضر. وجين بتبدأ تضرب بالرمح في جسمه لحد ما بتخلص عليه خالص وبتتأكد انه مات. وهنا بيخلص الفيلم. فيلمنا بيبدأ مع شخص اسمه جيفري اللي بيكون داخل لبيته وبيخلص على مراته، وبعدها بياخد بناته الاتنين فيكتوريا وليلى وبيركبهم العربية وبيمشي عشان يهرب من الشرطة. في طريقه طبعا بيكون منهار عصبيا بسبب الحاجة الغريبة اللي عملها، وما بيركزش في الطريق لدرجة انه بيعمل حادثة، بس لحسن الحظ انه ما بيحصلوش حاجة هو وبناته. وبعدها بياخدهم وبيمشي لحد ما بيلاقي في الطريق كوخ مهجور، فبيقرر يقعد فيه هو وبناته عشان يرتاحوا
شوية. بس قبل ما يدخلوا بتشوف فيكتوريا حاجة بتتحرك جوه البيت، وطبعا بتكون خايفة جدا. ولما بيدخلوا بيقعد جيفري يفكر في اللي حصل، وبيفقد الأمل في الحياة كلها. فبيقرر ينهي حياته لأنه خلاص شايف إن حياته كده اتدمرت، لأن الشرطة لما تقبض عليه أكيد هيخلصوا عليه. لكنه ما بيرضاش يعمل كده عشان ما يسيبش بناته لوحدهم. فبيقرر إنه هيخلص على بناته الأول قبل ما ينهي حياته. بس فجأة بتظهر شيطانة في البيت وبتفضل تخنقه لحد ما بتخلص عليه وما بتأذيش بناته. بالليل بقى البنات بيقعدوا في البيت وبيكونوا جعانين جدا ومرعوبين. بس فجأة الشيطانة دي بتحدف لهم فاكهة عشان ياكلوا، والغريب إنها ما بتعمل لهمش أي حاجة خالص. المهم بعد 5 سنين بنشوف لوكاس عم البنات وهو بيكلم مزارع، وبيطلب منه إنه يدور على بنات أخوه، ولو لقاهم هيديله الفلوس اللي هو عايزها. وفعلا المزارع بيوافق، فبياخد أخوه وبيفضل يدور على البنات في الطريق اللي مشي فيه جيفري بالعربية بتاعته، لحد ما بيلاقوا العربية في الغابة وبيشوف الكوخ المهجور. فبيدخل المزارع وبيشوف البنات قاعدين خايفين جدا وبيكون شكلهم وحش، وده بسبب انهم فضلوا لوحدهم في الغابة هنا لمدة 5 سنين كاملين. بس الحكومة بيدخلوا البنات مصحة نفسية الأول. فبيروح دكتور اسمه دريفوز يتكلم مع لوكاس وحبيبته أنابل، فبيشرح لهم ان البنات دول عندهم حالة صدمة لدرجة انهم بيخافوا من اي حد يقرب لهم، وبيبان ان تصرفاتهم غريبة جدا وانهم بيمشوا على ايديهم ورجليهم. فبيدخل لوكاس للغرفة اللي فيها البنات عشان يسلم عليهم، واما فيكتوريا بتشوفه بتحضنه على طول لانه شبه ابوها. وبعد فترة قصيرة المحكمة بيعملوا جلسة عشان يشوفوا البنات هيعيشوا مع عمهم لوكاس ولا لا، لانهم يا يعيشوا معاه يا اما مع خالتهم جين. فبيقرر القاضي انه يخلي لوكاس هو المسؤول عن البنات وهيعيشوا معاه. ولما الجلسة بتخلص بتتكلم جين مع لوكاس، فبتطلب منه انها تجيله البيت كل فترة عشان تقعد مع البنات شوية وتطمن عليهم. فبيوافق لوكاس إنها خالتهم الوحيدة. في نفس الوقت بقى دكتور دريفوز بيكون في جلسة نفسية مع فيكتوريا، فبيطلب منها تحكي له اللي مرت بيه. فبتحكي له إنها كانت عايشة في الكوخ المهجور هي وأختها، وفي شيطانة اسمها ماما بتخلي بالها منهم، وكمان بتجيب لهم أكل وتحميهم. والشيطانة دي أصلا كانت إنسانة زمان ومحبوسة في مستشفى مجانين، وفي يوم هربت من المستشفى ديت وكان معاها بنتها الرضيعة، فنطت من فوق الجبل وأنهت حياتها تماما. فبيستغرب دكتور دريفوز من الكلام وبيحس انها ما بتكدبش، فبيقرر انه يدور على اي معلومات عن قصة الشيطانة ماما. وفي تاني يوم بتروح فيكتوريا وليلى لبيت عمهم لوكاس، فبيستقبلهم هو وحبيبته أنابل وقتها بتعاملهم بطريقة كويسة جدا، وبتقول لهم اعتبروني من النهاردة اختكم الكبيرة، واطلبوا مني كمان كل اللي انتم محتاجينه. وبعدها بيدخلوا للبيت وبيقعدوا عشان ياكلوا. فبيستغرب لوكاس وأنابل جدا من طريقتهم في الاكل، فبيلاحظوا ان ليلى بعدها بتنام تحت السرير بدل ما تنام فوقيه. فبيتعاطفوا معاهم جدا لان تصرفاتهم الغريبة دي بسبب انهم قعدوا 5 سنين كاملين في الغابة. المهم في اللحظة دي بيراجع دكتور دريفوز مستشفى المجانين اللي كانت فيها الشيطانة ماما، فبيكتشف انها هربت زمان فعلا من المستشفى زي ما فيكتوريا قالت له، وده معناه ان الشيطانة دي بتطارد البنات وانها مش سايباهم في حالهم. المهم في وقتها ليلى بتكون في اوضتها وبتلعب مع خيال اسود، وبيبان اصلا ان هي دي الشيطانة ماما. المهم بنرجع تاني لجيفري وهو بيتحرك في البيت، فبيشوف حفرة صغيرة في الحيطة فيها مادة سودة غريبة، وفجأة بتخرج الشيطانة ماما منها، فبتهجم على لوكاس وبيقع على الأرض وهو فاقد الوعي، فبتنقله أنابل للمستشفى. ساعتها بيدخل في حالة غيبوبة بسبب إنه وقع على راسه. المهم لما بترجع للبيت بيجي الدكتور دريفوز عشان يطمن على البنات، فبيشوف في أوضتهم رسومات غريبة جدا على الحيطة، فبتتكلم معاه أنابل وبتعرفوا إنها سمعت البنات وهما بيتكلموا في أوضتهم، وكانوا بيقولوا اسم ماما أكتر من مرة، وكانت دايما بتشوفهم بيتكلموا مع حد مش موجود، عشان كده هي مش فاهمة إذا كانوا مرضى نفسيين ولا ملبوسين بالجن. المهم إن الدكتور دريفوز بيتجاهل كلامها وبيمشي. بالليل بقى ليلى بتصحي فيكتوريا وبتقول لها يلا تعالي ماما جت ومفروض هتلعب معانا، وفي نفس الوقت بتسمع أنابل صوت حد بيغني، فبتروح ورا مصدر الصوت وبتلاقيه جاي من أوضة البنات، فبتدخل عشان تشوف فيه ايه بالظبط، فبتلاقي ان البنات لسه صاحيين وعمالين بيلعبوا، وبيبان عليهم ان في حاجة مخبيينها، فبتقول لهم الوقت اتأخر بقى والمفروض دلوقتي تناموا. بس ساعتها بتشوف الدولاب مفتوح، فبتروح تقفله وبيبان ان الشيطانة ماما جواه، فبتطلب منها فيكتوريا انها تخرج من الأوضة، وبيطلع ان عملت
كده أصلا عشان الشيطانة ماما موجودة معاهم في الأوضة وخايفة لا تخلص عليها. المهم في تاني يوم بتتكلم أنابل مع الدكتور دريفوز، فبتقوله أنا حاسة بحاجة غريبة قوي عمالة بتحصل للبنات، ده غير كمان إنها سمعت صوت حد غريب بيغني والصوت كان جاي من أوضتهم. فبيشغل لها الدكتور فيديو لفيكتوريا وهي بتتكلم بنفس الصوت اللي أنابل سمعته، وبيقول لها أنا شاكك إن البنات دول ملبوسين، بس لسه برضه بحقق في الموضوع وهكتشف كل حاجة قريب. بالليل بقى بيروح مكتب السجلات عشان يعرف قصة الشيطانة ماما بالكامل، فبتقوله موظفة السجلات إنها كانت مجرد بنت مجنونة ومحبوسة في المستشفى، وبعدها أخدت بنتها وخلصت على نفسها، فبتديله صندوق فيه الهيكل العظمي بتاع البنت، وبعدها بتاخده لمكتبها وبتقوله ان ماما اتحولت لشيطانة وانها مش هتسيب اي حد في حاله. بنرجع بقى تاني لفيكتوريا وهي في البيت، فبتسمع صوت غريب وبيبان ان الشيطانة ماما وراها، لكنها لما بتبص وراها ما بتلاقيش اي حاجة. اما بقى حبيبها لوكاس فبيكون في المستشفى وبيحلم باخوه جيفري وهو في مكان غريب جدا وعمال بيتحرك بطريقة غريبة وبيشاور له على طريق معين وبيظهر على الأجهزة الطبية كلمة ماما. المهم بعدها بيفوق لوكاس من الغيبوبة، وفي تاني يوم بتيجي أنابل هي والبنات عشان يزوروه في المستشفى، فبتوريله فيكتوريا الرسمة بتاعتها، فبتتكلم أنابل معاه وبيعرفها ان الدكتور قاله انه مش هيخرج من المستشفى دلوقتي. وما بيرجعوا البيت بتقعد فيكتوريا تعيط في الحمام، فبتيجي أنابل تسألها في ايه يا فيكتوريا، فبتقول لها انا خايفة عليكي من ماما لان اي حد بيقرب لنا بتخلص عليه وهي بتغير منك جدا وما بترضاش تحكي لها اي تفاصيل اكتر وبتكون عاوزة تمشي. المهم بعد شوية بتيجي جين خالة البنت عشان تطمن عليهم، فبتلاحظ ان ليلى قاعدة على الارض ومرعوبة جدا منها، فبتفتكر ان أنابل بتضربها هي واختها، عشان كده بتقول لها انا مش هسكت وهكلم المحامي بتاعي عشان ارفع عليك قضية انت ولوكاس وهاخد منكم بنات اختي بالقانون، وبعدها بتسيبها وبتمشي. المهم لما بيجي الدكتور دريفوز بيتكلم مع فيكتوريا وبيقول لها فين الشيطانة ماما، فبتقول له هي كده كده موجودة معانا في كل مكان، دي حتى جات البيت هنا كمان عشان تفضل معانا وما تسيبناش. فبيوريها صورة ماما قبل ما تتحول لشيطانة وبيسألها هي دي ولا لأ، فبتتصدم فيكتوريا وبتفضل تصرخ وبتقول له امشي دلوقتي احسن لك. وفجأة بيلاقي ان الشيطانة ماما بتحاول تخرج من الحيطة وطبعا بتكون عاوزة تخلص عليه، فبيترعب الدكتور وبيقرر يمشي. المهم في طريقه بيقابل أنابل، هو بيقول لها خلي بالك على نفسك انت والبنات، فبيسيبها وبيروح للكوخ المهجور جايز يلاقي اي حاجة تفيده، وده عشان يساعد البنات ويبعد الشيطانة ماما عنهم. بالليل بقى بتكون أنابل نايمة وبتشوف الشيطانة ماما لما كانت إنسانة، فبتروح تخلص على راهبة وبتاخد بنتها وبتجري في الغابة عشان تهرب. بس الغريب إنها بتلاقي أهل القرية اللي عايشة فيها عمالين بيجروا وراها عشان ياخدوا منها بنتها، وبنعرف إنها مجنونة فعلا ومختلة عقليا، عشان كده أهل القرية دخلوها مستشفى مجانين وكمان أخدوا بنتها عشان تتربى في الكنيسة لحد ما تكبر. المهم إن ماما بتلاقي نفسها متحصرة من أهل القرية، فبترمي نفسها هي وبنتها من فوق التل وللأسف بتموت، ومن ساعتها بقى اتحولت لشيطانة. ووقتها بتصحى أنابل من النوم مفزوعة وبتشوف الشيطانة، فبتصرخ بصوت عالي وبتلاقيها اختفت أصلا، فبتفتكر إن ممكن يكون ده كابوس، بس بيطلع إن ماما مستخبية تحت السرير وناويالها على شر. بنرجع بقى تاني للدكتور دريفوز وهو في الكوخ المهجور، فبيشوف حفرة في الحيطة جواها مادة سودة غريبة، فبيخمن ان الشيطانة هنا عشان كده بيقرر انه يهرب. بس قبل ما يمشي بيفصل الكشاف منه، فبيطلع الكاميرا وبيصور بيها عشان نور الفلاش يشتغل ويشوف كل اللي قدامه، وفجأة بتظهر الشيطانة ماما وبتخلص عليه. وفي الصبح بتصحى أنابل وبتروح لأوضة البنات عشان تطمن عليهم، بس بتتفاجئ ان ليلى مش موجودة في أوضتها وبتروح عشان تدور عليها لحد ما فعلا بتلاقيها في الغابة، فبتاخدها وبتدخلها البيت وبتحاول تدفيها شوية عشان بردانة، فبتشوفها فيكتوريا وبتخاف عليها جدا لأن الشيطانة ماما بتعتبرهم بناتها، وطبعا بتغير عليهم من أي حد بيهتم بيهم غيرها. وما بتطلع أنابل لأوضة البنات بتسمع صوت غريب جدا في الدولاب، فبتفتحه وبتشوف الحفرة اللي الشيطانة ماما عاملاها، وساعتها بتظهر الشيطانة ماما من جوه الدولاب، بس أنابل ما بتشوفهاش لأن فيكتوريا بتندع عليها، فبتحاول تخرجها من الغرفة عشان ماما ما تخلصش عليها. فبتروح أنابل عشان تتكلم معاها وبتسألها مين ماما دي اللي انت واختك عمالين بتكلموها طول الليل، بس فيكتوريا بترفض تقول لها أي حاجة لأنها خايفة عليها.
بالصدفة بقى بتلاقي أنابل التقرير الطبي بتاع فيكتوريا، فبتعرف إن الدكتور دريفوز نسيه في البيت، فبتفتح الملف وبتشوف صورة ماما قبل ما تتحول لشطانة، وطبعا بتكون مصدومة لأنها شافتها في الحلم، فبتفهم إن اللي هي شافته ده أصلا مش حلم، فبتروح لمكتب دريفوز وبتاخد صندوق فيه كل المعلومات اللي جمعها عن ماما، وده من خلال طبعا جلساته مع البنات. المهم في المستشفى بيرسم لوكاس المكان اللي كان واقف فيه أخوه جيفري في الحلم، فبيقرر يروح المكان دوت جايز يعرف السبب اللي خلى أخوه يشاور له على المكان المريب دوت. وأما بيوصل بيكتشف إن المكان هو الكوخ المهجور، فبيبدأ يحس إن في حاجة غريبة في الكوخ دوت. وفي اللحظة دي بترجع أنابل للبيت، فبتفتح الصندوق بتاع دكتور دريفوز وبتسمع تسجيلات ليه مع فيكتوريا. ساعتها فيكتوريا بتتكلم عن الشيطانة ماما، وبنكتشف إن ماما أصلا لما رمت نفسها من فوق التل بنتها ما ماتتش معاها غير بعد فترة، واما ماما اتحولت لشطانة افتكرت ان بنتها لسه عايشة، ففضلت تدور عليها لسنين طويلة لحد ما شافت فيكتوريا وليلى واعتبرتهم بناتها. وقتها بقى فيكتوريا بتشوف ليلى وهي بتتكلم عن الشيطانة ماما، فبتلاحظ ان الشيطانة متعصبة لان انابل بتهتم بيهم بدلها، فبتهجم عليهم عشان تعاقبهم وبيطلعوا يجروا منها. واما بتدخل ليلى للغرفة الباب بيتقفل عليها، فبتيجي انابل تفتح الباب وبتلاقي ان ليلى واقعة على الارض، وفجأة بتظهر الشيطانة ماما فبتهجم على انابل عشان تخلص عليها، بس فيكتوريا بتترجاها انها تسيبها في حالها بقى، وبتقول لها هنفذ لك كل طلباتك. وبيبان فعلا ان الشيطانة عاوزة منهم حاجة. وقتها بتيجي جين خالة البنات عشان تاخدهم غصب عن انابل، واما بتدخل البيت ماما بتهجم عليها وبتموتها، وساعتها بتيجي فيكتوريا عشان تعرف ايه اللي بيحصل بالظبط، فبنتفاجئ ان ماما استحوذت على جثة خالتها. المهم بعد شوية بتفوق انابل فبتلاقي ان البنات مش موجودين في البيت، فبتفهم ان الشيطانة ماما خدتهم ومشيت، وساعتها بتستنتج ان ماما اصلا عاوزة ترميهم عند التل زي ما عملت بنتها زمان، فبتاخد الصندوق اللي فيه جثة بنتها وبتركب العربية بسرعة عشان تنقذ البنات. المهم في طريقها بتقابل هناك لوكاس، فبتحكي له كل اللي حصل وبيروحوا للتل بسرعة، وهناك بيشوفوا ماما وهي طايرة في الهواء، فبتندى على ليلى عشان تروح لها، وفعلا ليلى بتتحرك ناحيتها بس لوكاس بينقذها على اخر لحظة. اما بقى انابل فبتدي ماما الهيكل العظمي بتاع بنتها الحقيقية، فبتتصدم ماما لما بتعرف ان بنتها ماتت لانها اصلا كانت فاكراها عايشة لحد دلوقتي، فبتهجم على لوكاس وبتضربه، وبتقرر تاخد البنات عشان ترميهم من فوق التل، وبالتالي يتحولوا شياطين زيها ويكونوا خدامينها على طول. فبتمسك انابل في فيكتوريا عشان تنقذها، بس ساعتها فيكتوريا بترفض انها تنط مع ماما، وبنتفاجئ وقتها ان اختها عاوزه تنط مع ماما اصلا لانها بتحبها، وللاسف فعلا بتنط معاها وبتموت. ساعتها فيكتوريا طبعا بتنهار بشده من العياط وبيخلص الفيلم. وطالما وصلت لحد هنا فانت متابع مميز، وما تنساش بقى يا وحش لايكك الجميل وسبسكرايبك للقناة، وتابعونا في كل فيديو بننزله الحد والتلات والجمعة الساعة 7. اشوفكم على خير يا مرعبين في فيلم الرعب اللي جاي. مع السلامة.